بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل من وفد لهذا المقام بلسان الأكرمين الأجودين آل الزكي وآل مشعل الكرام الأعلام، اسم الحج محمد وأشقائه الحج مدحت والحج مجدي، الشيخ مظهر، العائلة الكريمة جميعا، اسم البلدة الطيبة ورجالها الأعلام. تقدم لكل من وفد من خارجها إلى هذا المقام بوافر من الشكر والتقدير والاحترام، كذلك إلى المؤسسة الكبرى لأعمال الفراشة المتكاملة الحج عباس محمد عباس، أشكر إليه ذوقه وأدبه واحترامه لعمله وتنسيقه المنمق، كذلك أولاد أسامة لمحطة الديزلات والإنارة، أخي الكريم مهندس أشرف حسيني لقنوات اليوتيوب العالمية، المهندس محمد جمال بالهندسة الإذاعية المتميزة، المتر أحمد الصعيدي، خلية النحل المستدامة بعملها الطيب ورجاله الكرام، أدبهم الجم وأخلاقهم العالية توحي إلينا جميعا أنهم من الشرفاء الذين يشرفون كل مجلس ومقام، لأن رجل الضيافة يمثل صاحب الليلة في أي مكان، فأشكر إليهم هذا الذوق وهذا الرقي. أيها الأحبة الكرام، ونحن نكرم الأم الغالية وقضت فيها محكمة السماء بالوالد والوالدة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الآونة الأخيرة رأينا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، رأينا ما لا يحمد عقباه من سب وقذف للآباء، بل وقتل، وصلت إلى القتل. وفي حياتنا اليومية رأيت رجلا علم أبناؤه أحسن التعليم ورباهم أحسن التربية، أخذ الشهادات العليا، ومنهم من سافر إلى دول أوروبا، ومنهم من سافر إلى إحدى محافظات مصر، ولم يبقى معه إلا الولد الذي لم يدخل مدارس أو تعليم. هذا الولد الذي يعمل الآن بالتجارة هو الذي يعول أبوه وأمه حتى مات أبوه ولم يرى هؤلاء السابقين. ممكن واحد يرد يقول لي يبقى كده ما ربهمش، لا، أقول له هو الرجل رباهم وأحسن تربيتهم، جعلهم أبناء عظماء بين الناس، ولكن لن يهدي الله قلوبهم لطاعة الوالدين، ولن يصطفيهم سبحانه وتعالى لطاعة والديهم، لأن الذي يخدم والديه مطيعا لأمر الله سبحانه وتعالى، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المطيع لوالديه يكتسب الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم: دعاء الوالد لولده كدعاء نبي لأمته، أي دعاء الوالدين. فكيف بالأم الضعيفة أو بالوالد الضعيف الذي انحنى ظهره وكلت حيلتك حينما قواك ورباك وعلمك من كده وتعبك، أن تمن عليه الآن بأن تنفق عليه، فلا تتفاخر ولا تتمظهر أمام الناس بأنك تنفق على العائلة أو على الوالد والوالدة. ده أنا صرفت على أبويا في المستشفى كذا، ده أنا صرفت على أمي كذا، إخواتي ما عملوش، إخواتي ما صرفوش. إخواتك ولالات الحيلة
وربنا سبحانه وتعالى رأى فيك الخير وهو سبحانه وتعالى اعلم بذلك، فحول ارزاق الوالدين والعائلة عليك. فحينما انت تتعالى بهذا الفعل يمنع الله تبارك وتعالى عنك هذا الرزق ويحوله الى غيرك، اي ان ارزاق هؤلاء سيقت اليك من قبل الحق سبحانه وتعالى حتى توزعها انت. اكتفي بهذا القدر ايها السادة عالين القدر والمقام. اصلي واسلم وابارك على من علمنا الصلاة عليه، سيد الاولين والاخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. هيا بنا الى الواحة الفواحة والساحة القرآنية العطرة، فضيلة القارئ الدكتور محمود عبد الباسط الحسيني، علم اتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين إن ربك هو
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين صدق الله العظيم. وما خلقنا السماوات وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم وما صدق الله العظيم. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم صدق الله العظيم. الله يرحمه. فاصفح الصفح الجميل
صدق الله العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما صدق الله العظيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما
صدق الله العظيم. الصديق الوفي قاعد اهو، الصديق اهو قاعد اهو. الله اكبر. يا سلام. طيبت عليك. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما صدق الله العظيم. الله يبارك فيك. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. لا وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كما صدق الله العظيم. فاصدع بما تؤمر
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون والأنعام خلقها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها
والأنعام خلقها استرك يا محمد يا جماعه. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. صدقت ربنا وصدقت آياتك في القرآن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار، واغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. يا رب من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اصلح اللهم ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واغفر لنا ذلاتنا يا أرحم الراحمين يا الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، سعدنا وإياكم بعطر ونور وبركة القرآن، فأسأل الله أن يبارك للقارئ،
وان يجعل التلاوة نورا يتقاطر على روح من بسببها التلاوة. فشاكرا باسم حضراتكم لقارئنا العلم فضيلة القارئ الدكتور محمود عبد الباسط الحسيني، علم اتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، والذي تشرفت به الاذاعة المصرية فهو اقوى الاضافات اليها. اسأل الله له التوفيق والقبول والسداد الدائم. اسأل الله ان يحفظ دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية والقائمين على تعليم وتعلم القرآن الكريم في شتى ربوع مصر. فاحفظنا اللهم بالقرآن وبركته ونوره وعنايته. اشكر باسم حضراتكم شكرا الى الرجل الكريم الفاضل المفضال الحاج عباس محمد عباس، المتقن في عمله الذي يشرف لياليه دائما، وهو من اصحاب الفراشات العملاقة على مستوى الجمهورية. اشكر اليه واشكر الى اولاد اسامة لمحطة الديزلات والانارة، اخي المهندس محمد جمال للهندسة الاذاعية، اخي المهندس اشرف حسين لقنوات اليوتيوب العالمية. نسأل الله ان ينشر الخير دائما على قناتك وان يبارك للسامعين. كذلك المتر احمد الصعيدي ورجاله الكرام اصحاب الادب والذوق والاخلاق العالية والرقي في التعامل وحسن ضيافتهم للحاضرين. اشكر الى من نسق هذه الليلة واتى بهؤلاء الرجال، وشاكرا باسم الكرام الاعلام آل مشعل وآل الزكي الاكرمين الاجودين، باسم الحاج محمد والحاج مدحت، كذلك باسم الحاج مجدي والشيخ مظهر والعائلة جميعا. تقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل من وفد لهذا المقام، مقدما واجب العزاء في الام الغالية التي نسأل الله تبارك وتعالى ان يسكنها فراديس الجنان. الام منزلتها عند الله عظيمة وكريمة. قال ذنون المصري لأبا الحسن البصري في رؤية رآها: أبا الحسن رأيتك البارحة على غير هيئتك، ولحيتك الكثة مزدانة بالزمرد والياقوت ومرصعة بالجواهر، فما صنيعك حتى وصلت لهذه المنزلة؟ ذنون المصري: تشرفت او شرفني الحق ان ازور مقام بالصدفة وانا ماشي في الطريق في قرية اسمها ششتة تبع زفتة غربية، فعلمنا انه من مصر. يقول ابا الحسن: ولكنه في زمن غير الزمن شافوا في رؤية منامية. انا شايفك ليلة امبارح شافوا الليلة دي في رؤية، وتاني يوم شافوا في رؤية تانية. صلوا على سيدنا النبي: رأيتك البارحة على غير هيئتك، ولحيتك الكثة ابنك الكبيرة ديت شايفها كلها ذهب وجواهر والماظ. ايه اللي انت عملته علشان اشوفك في هذه الصورة؟ صليت على سيدنا النبي. فقال: امي رحمها الله كانت في زيارة لأهلها، يعني عادت متعبة من عناء السفر فنامت، فرايح يطمئن على امه. وخلي بالك هنا في درس عظيم، منا بيطمئن على امه او على ابوه في ليله او في نهاره او في تعبه او في شدته او في عافيته او في سقمه. ده خلي بالك اكبر جنيه
كبير جوه كده، هو الجنيه هو الجنيه، لكن اكبر جنيه يدخر لك الجنيه اللي هتصرفه على ابوك او امك، لانه بعد وفاتهم هيرد لك الاف الجنيهات. والله ده حصل معايا، واشهد الله على ما اقول، انا قبل وفاة والدي رحمة الله عليه كنت يمكن ما امسكش ال100 جنيه ولا ال10 جنيه. ابويا مات من هنا الكنز اتفتح، الله على ما اقول وكيل. ما كانش حايش عني الرزق، لكن ربنا كسبني دعوته، وربنا يكسب كل واحد فينا دعوة ابوه او امه، احدهما او كلاهما، لان دعاء الوالد لولده كنز لا يفتح الا بعد وفاتهما. خلي بالك، في دعوة من ابوك وامك حالية، اللي هي ايه؟ انا رايح يابا لحد الزجاجيج وراجع، روح يا ابني تروح وترجع بالسلامة، رحت ورجعت، دي حالية. استقبالية، ربنا نجح لك اولادك. في بعد كده يا رب تحل، في بعد وفاتهم ان تزيد البركة والخير في البيت. اللي قبلنا قالوا ايه؟ الكبير ان مشي يا ياخد الخير في رجليه يا تزيد البركة وراه، طبعا اذا كان برضاهم. فقال له امي جاية من عناء السفر نامت، فنظرت على قدميها فوجدت تراب كثيف على قدمي امي، جئت بشوية صوف انظفها، خفت ان تصحى امي، خشيت ان تستيقظ امي، جئت بالماء الدافئ، خشيت ان تستيقظ امي. مال عملت ايه؟ قال سجدت تحت قدمي امي واخذت امرر لحياتي على قدمي امي حتى تعبت فنمت تحت قدمي امي. قال بذلك نلتها، وصلت المنزلة دي بسجودك على رجلين امك. اللي عنده ام او اب يحافظ عليهم، واللي فاقد الشيء والنعمة من ايديه هو اللي حاسس بيها زي حالتنا. كلمة يابا كلمة يما غالية قوي قوي. ربنا ما يحرمش حد من ابوه وامه، واللي فقد ابوه وامه معظمنا فاقدينهم، فربنا يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء.